السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم حبيت نشارك معاكم وصفة الطمينة البيضاء سكيكدية الججلي. هذا الطمينة اللي بزاف يحوسوا على الوصفة نتاعها. اليوم حبيت نشاركها معاكم ونضيف فيها بعض الإضافات. يعني هنا اليوم حبيت نشاركها معاكم بالسكر الخشن، لكن هي الوصفة الأصلية تندار بالسكر الناعم وسميد وزبدة البقر فقط، لكن أنا اليوم راح ندير فيها إضافات لأنه سبق حطيت لكم الوصفة الأصلية. أول حاجة جبت أنا هنا 5 كيسان تاع سميد، سعة الكاس 250 مليلتر. هنا هذا السميد كنت غربلته، يعني هنا استعملت سميد يكون رطب، هنا لازم يكون سميد رطب وناعم. من بعد حطيته في منديل يفور. هنا طبعا بالنسبة للمنديل من الأحسن يعني يكون جديد، ولا تخليوه هذا باش تفوروا سميد فقط هكذا باش ما يديرش فيه الريحة. خليه يفور حوالي من ربع ساعة ل20 دقيقة. بعد ما فار دالي هادوك التكتلات كما تلاحظوا، يعني هنا السميد نتاعي طاب. بعد عاودت غربلته بالصفاية، بعد عاودت حطيته في المقلاة ونحطه يتحمص على نار هادئة، يعني ولا متوسطة ريحة هادئة، وطبعا مع التحريك المستمر. هنا يعني نحمصوه يعني باش نحالو هذيك الريحة نتاع الميديتي والرطوبة هذيك. هنا راح ياخد معاكم وقت، لكن لازم تحمصوه، يعني هنا حتى نحمصوه، لكن نخليه هداك اللون الأبيض نتاعو نحافظو عليه، منخليوهش يحمر باش تعرفوا يتحمص، يعني يبدا يطلق في الريحة نتاع التحماص وفي نفس الوقت تلقاوه نشف. بعد نفرغه في صينية ونفرقه كما تلاحظوا أمامكم، نخليوه يبرد تماما. هذا السميد لازم يبرد مليح مليح. بعد ما برد مليح في ريسيبي هنا حطيت حوالي 200 غرام تاع منقارين طرية، لكن هنا من الأحسن تحطوا 250 غرام تاع المنقارين، أنا لأنه فيما بعد أضفت مغرف خلاف تاع المنقارين. وأضفت كذلك نص كاس سكر خشن و3 ملاعق نتاع العسل باش يخليه رطب، وكذلك أضفت حوالي 2 مغارف محمرين مليح ولا 3 نتاع الحلوى الشامية، حلوى الترك. طبعا هنا الوصفة الأصلية ما فيهاش السكر الخشن، تندار بالسكر الناعم، وكذلك تندار بسكر ناعم وسميد وزبدة البقر فقط، لكن أنا هنا حبيت نجربها معكم بطريقة أخرى. خلطت مليح المكونات نتاعي حتى ذاب هذاك السكر، والخليط نتاعي عاد كريمي ولون نتاعو أبيض، يعني تقريبا كيما كي نخدمو نتاع الصابلي. من بعد أضفت أنا هنا 3 كيسان نتاع السكر، عفوا نتاع السميد. هنا السميد يكون برد تماما. طبعا هنا لكن من الأحسن تضيفوا سميد بالتدريج، أنا هنا كان من الأحسن نضيف 2 كيسان ونشوف نخلط مليح. طبعا أنا السميد نتاعي يشرب، يعني وانتوما كمية السميد على حسب النوعية نتاعو، كاين اللي يشرب كاين اللي ما يشربش. من بعد أنا هنا خلطته في هذاك الغسيبيو وفرغته في القصعة نتاعي هكذا باش نحكو مليح. هنا حسيته شوية ناشف، زدتلو مغرفة كبيرة نتاع المنقارين. طبعا عليه قلتلكم من الأحسن المنقارين تستعملوا 250 غرام تاع منقارين. هنا من بعد خلطت مليح ونحبك بالطريقة اللي تلاحظوها أمامكم، نحك يعني بين راحة اليد نتاعي، لازم نخلطو مليح حتى نحسو السميد نتاعنا تقال وعاد رطب، يعني كيما كي نبسو المقروط نتاعنا. وطبعا هذا العجين هو اللي يخليه رطب، وكذلك العسل اللي أضفنا له، يعني يقعد معنا لمدة طويلة. من بعد أنا هنا يعني لميته، يعني راح نشكل كويرات وباش نحطوه في صحن تقديم. طبعا هذه الكمية خرجت لي يعني طمينة كبيرة لا بأس بها، وحدة صغيرة كما تلاحظوا هنا أمامكم، حطيتها في الصحن نتاعي. وهنا يعني نحاول نعدلها، يعني نعدل لها السطح نتاعها. هنا طبعا بالنسبة للطمينة هذه البيضة ملازمش تكون رقيقة بزاف، لازم تكون شوية خشينة. هنا طبعا يعني قاعدة نطرح فيها بيدي، ومن بعد نزيد نلم لها الأطراف بالملعقة ونملس لها السطح نتاعها كذلك بالملعقة، يعني بالطريقة التقليدية اللي نعرفوها كامل.
هنا يعني يكون يتشقق لكم ما تخافوش منه، يعني راح الطمين ينطم مليح ليه. هنا كيما تلاحظوا هنا لازم نعدلوها مليح. هنا الكاميرا شوية كانت مضطربة، نعدل مليح كيما تلاحظوا هنا أمامكم بالملعقة. من بعد هنا جبت أنا هذيك القشارة نتاع البطاطا وقلبتها ونزين بيها، وانتم طبعا التزيين اختياري، يعني الرشمة كيما تحبوا، تقدروا تستعملوا هذيك تاع الموز ولا أي تزيين حبيتو نتوما، يعني لكم الخيار. نزينها كما تلاحظوا هنا أمامكم، ندير هذوك الأسطر يعني نصف السطر، يعني هنا من الأحسن تحدوا المركز وترشمه يعني بنص سطر كما تلاحظوا هنا أمامكم. وكما قلنا هذا الطمينة البيضاء بزاف معروفة خاصة في الشرق الجزائري، بالأخص في سكيكدا وجيجل، يعني هادو هما اللي يديروهم بزاف، وهي يعني وصفة تقليدية محضة، يعني منذ القدم هذا طمينة معروفة في سكيكدا وجيجل، لكن هما فقط كانوا يخدموها طبعا بكلش طبيعي، سميد، الزبدة نتاع البقرة، وكذلك العسل الحر ولا السكر الناعم، يعني كل منطقة وكيف ما كاين اللي كان يديرولها بالسكر الناعم، كاين اللي بالعسل، لكن الحاجة اللي ميختلفوش فيها هي البنة نتاعها اللي تبقى في الدهن نتاعك. بعد ما أنا زينتها ورشمتها بالقشارة، هنا قاعدة نزين فيها بالمكسرات، طبعا زينوها باللي تحبوا. أنا هنا زينتها بشوية نتاع اللوز، جوز، أكاجو، كاوكاو كيما حبيتو. تقدروا كذلك تزينوها بالحلوى، حلوى الترك كيما حبيتو. هذا هو الشكل النهائي نتاعها. طبعا وهذا طمينة بزاف مطلوبة في المناسبات، في الأعراس، مثلا في الأعياد، يعني لازم تكون هاد الطمينة حاضرة. هنا خليتها شدت روحها شوية، وحبيت نوريلكم القوام تاعها، يعني هذه الطمينة تجي بزاف طرية، شوفوا يعني تتكل بالمعرف، صدقوني جات ما شاء الله بزاف بنينة وطرية، لأنه حطينا فيها العسل وعجناها مليح، يعني حكيناها بزاف، لأنه كي تعجنها راح تبقى لك طرية كي تخزنها لمدة طويلة. إذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تجربوها وتخليونا آراءكم والتعليقات، متنساوش البنات يدعمونا بجيم وأبوني للقناة باش تشجعوني نزيد نحط وصفات أخرى. نقولكم سلام إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله.